اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي، النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنعمل الفراخ الكنتاكي محشوقه الجماهير اللي هي كل الاطفال والكبار كلهم بيحشوا. دلوقتي انا عملت ايه؟ انا جبت حله، حطيت فيها ميه مغليه على ايه؟ على النار. غليتها على النار وبعدين نزلت بيها ايه؟ بملح وفلفل وفصين حبان وفصين توم وبصلايه. اول ما الميه غليت رحت جايه نازله بالفراخ. دي الفراخ انا جبت فرخه وبعدين قطعتها ل 11 ايه قطع صغيره زي الشيش كده. وبعدين رحت جايه ايه؟ هنزلها تتسلق نص سلقه لمده 10 15 دقيقه كده على قلب على النار، عشان هي الفراخ ايه؟ لازم تكون مستويه جامد من جواها. ان انتي تحطيها في الزيت برضه مش هتبقي متاكده من سواها كامل 100%. فلازم ان انا ايه؟ ان انا اسويها ايه؟ نص سوا كده. وبعدين هطلعها اصفيها في مصفى واتاكد ان الفراخ بردت خالص. يعني انا حطيتها في مصفى بردت خالص. بعدين بقى نعمل لها التتبيله دي. هنحط كوبايه ونص دقيق، وبعدين هنروح جايين حاطين عليها ايه؟ 3 ايه؟ معالق نشا هرميه كبار. ادي 1 2 3. وبعدين نروح جايين حاطين ايه؟ معلقه ملح. بعدها اروح جايه حاطه ايه؟ معلقه توم بودره، معلقه بصل بودره، نص زعتر، معلقه ملح، توم بودره، نص زعتر، توم بودره وبصل بودره وفلفل ونص بهارات فراخ وربع معلقه زعتر. ربع معلقه بودره زعفران عشان تديها اللون الاصفر، بحيث انتي تلاقيها صفرة كده وحتى انسجتها من جوه صفرة. يبقى خليها صفرة كده ان انتي تحطي لها بودره زعفران. وبعدين نفتح عليها برضو مكعبين مرق الدجاج، نفركهم على قلب التتبيله دي. وعشان التتبيله دي تبقى حلوه نحط لها لبن او زبادي. انا هنا حطيت بواقي عندي، كان عندي شويه لبن باقيين حطيتهم، واحط علبه الزبادي نخلطهم بقلب المكونات دي. واكد تاني لازم الفراخ تكون بارده اللي تتحط في التتبيله دي. الفراخ تكون انا بعد ما سلقتها سبتها تبرد خالص، ما تبقاش سخنه. ونسيبها في الخليط ده يا حبايبي بقى مثلا ايه؟ يوم. لو انت هتعمليها مثلا مش اقل من 8 ساعات لازم تبقى الفراخ محطوطه في الخليط ده، عشان انسجه الفراخ تشرب من التتبيله دي ويبقى طعمها حلو. انا مثلا ممكن اسيبها يوم او 2. انا عامه يعني الفرخه بعملها على مرتين، مش بعملها على مره واحده. انا جبنا فرخه مثلا ب120 جنيه، تعمليها على مرتين يبقى اليوم وقف عليكي ب60 جنيه. حلو اوي، وحاجه كل الاطفال والكبار وكله بيحب الفراخ اللي هي الكنتاكي. ادي مكعب المرق، حطيت مكعبين مرق. واتاكد برضو بعد ما اعمل التتبيله دي تتاكدي ان انتي لاقي ملحها مظبوط، تدوقيها تشوفي ملحها مظبوط ولا لا. اخر حاجه بقى اللبن والزبادي. حطينا اللبن والزبادي، هننزل بقى الفراخ ونتبلها ونسيبها بقى في التلاجة. انا بسيبها يوم او 2 كمان. انا بسيبها في التلاجة يوم او 2، ما بيحصلهاش حاجه في قلب التتبيله دي. او على الاقل خالص اعملها من قبلها بيوم لتاني يوم يعني. بعد كده بقى هنروح جايبين ايه؟ دقيق، كوبايه مثلا دقيق. واروح جايه حاطه فيها بقى ايه؟ ملح. واحط فيها ايه؟ بتاع نص زعتر وبصل بودره وثوم بودره، بس كده من غير لا نشا ولا اي حاجه. وننزل بقى ايه؟ وننزل فيها ايه؟ قطعتين فراخ في قلب التلاجة كده، ونروح جايين ايه؟ محركينهم بحيث ان التتبيله تمسك في قلب الفراخ. وننزلها بقى في زيت مثلا دافي بقى سخن. بس لازم الزيت يبقى إيه مغطي الفراخ كلها. وبعدين تبقى لونها ذهبي كده، نطلعها بقى وبالألف هنا. اتأكدت ايه بقى ان الفراخ ما شاء الله
ما شاء الله متغطية كويس. هنروح جايين بقى لفينها بالستريتش ومدخلينها التلاجة. وتاني اكد ان احنا هندوقها بحيث ان احنا نلاقي التتبيله مثلا ملحها كويس، ما تطلعش عدبه مننا او مملح. ندوق الملح بتاعها قبل ما ندخلها التلاجة عشان نشوف ملحها مظبوط ولا لا. كل الاطفال بيحبوا التنويع في الفراخ. مره نعمل مثلا ايه، نعملها مشويه، ممكن مره نعملها مقليه، مره نعملها مثلا ناخد الصدر نعمله شاورما، نعمله بانيه، نعمله همبرجر، نعمله شيش طاووق. كل مرة الأطفال بيكونوا محتاجين حاجة جديدة منوعة جديدة يحبوا. وبصراحة الفراخ الأيام دي مش غالية أوي بالنسبة مقارنة باللحمة، الفراخ رخيصة يعني، نقدر ننوع فيها. كل الأطفال بيحبوا الفراخ والكبار كلهم بيحبوا الفراخ، بيعشقوها كمان عن اللحم لأنها أنسيتها طرية شوية عن اللحم. ادي كوباية الدقيق، جبت كوباية الدقيق، أنا حطيت عليها معلقة ملح، وحطيت عليها نص زعتر، ومعلقة توم بودرة، ومعلقة بصل بودرة، وقلبتها في قلب الدقيق. وهنزل بقى إيه قطعتين فراخ، وحركهم بقى اقفل علبة التلاجة واحركهم بحيث ان ايه كل التتبيلة تدخل في الفراخ. وبعدين اروح جايه منزلهم بقى في زيت غزير. النار متوسطة مش عالية اوي، اروح جايه قلبها من اليمة التاني لغاية ما خلصتها كده. هي انا عملت الفرخة دي على مرتين. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتعملوا اعجاب. شكرا ليكم.